اهلا بحضراتكم، ان شاء الله الجميع بخير يا رب. نسمع الباشا مصطفى مدبولي مع بعض كده. عايز اوصله لحضراتكم واطمنكم عليه ان احنا كدوله النهارده الحمد لله يا رب، الحمد لله. المؤشرات والوضع اللي احنا فيه والامور اللي احنا بنتحرك فيها في اقتصادنا وفي بلدنا وفي تنميتنا كلها ان شاء الله بتبشر ان السنين الجايه كلها سنين رخاء وتنميه وتقدم لبلدنا. مش عايز اطول عليكم. كل سنه مش عايز اطول عليكم، كل سنه وانتم طيبين. سمعتوا مصطفى مدبولي طبعا. رخاء. اللي كنا ماشيين بنفرق فلوس ما احناش لاقيين نجيب كيلو بطاطس ب 22 جنيه، 3 كيلو ونص طماطم ب 100 جنيه. ايه يا عم فين النيات دي؟ ده تشغلني اديني ال 100 جنيه، شغلني في حاجه واديني ال 100 جنيه اشيلها يا اخي. لا تخلي الحاجه غاليه. مش عايز تبطل كدب يا مصطفى مدبولي؟ مش عيب يا مصطفى يا مدبولي؟ ده انت راجل كبير، عيب ما تبقاش راجل قليل الادب ومهزأ. لسه طالع بتكذب انت عشان توصل لاوروبا وامريكا والعالم الخارجي ان انتوا ناس بتلبسوا بدل وكرافتات وشغالين. تشد الستاره على 60 70 مليون بني ادم، جوعتوهم وافرضتوهم واضعفتهم واخفتهم قسريا، وعيالهم رموا نفسهم في البحور هجره غير شرعيه بسبب كذبك ونطاعتك انت واللي مسرحك علينا عبد الفتاح الخسيس رئيس الجمهوريه. لسه طالع بتكذب؟ طيب انت عمال بتكذب ورخاء ونفس الاسلوب الحقير بتاعك انت وعبد الفتاح السيسي. كلكم ماشيين على منهج النصب والكذب، انت والسيسي وكل الوزراء اللي معاكم واللي انتوا قعدتهم في البيت. كلكم شويه ناس حقيره محتله البلد ومحتله الشعب. ده المستشار بتاعك، الخبير الاقتصادي بتاعك محمد فؤاد. اما راس الحكمه واما الافلاس. اما راس الحكمه واما الافلاس. اما لا قولا واحدا كنا خلاص. يعني لولا راس الحكمه كان ممكن مصر تفلس. كان مصر تفلس. لا، لولا راس الحكمه يا الافلاس، يعني يا الافلاس يا راس الحكمه تتباع لابن زايد. يعني احنا لو ما بعناش راس الحكمه لابن زايد، تربيه الغنم، تربيه المعيز، المخرب الدولي، كان مصر اعلنت افلاسها. بس احنا ادينا له حته من مصر عشان ما نعلنش افلاس. انتوا عمالين تبيعوا مصر حته حته للامارات، ومتفقين مع الامارات على ميناء بربره وعلى الشغل اللي بيدور في صوماليا لاند. انت يا سيسي كل حاجه بعلمك، بس انت مبين للعالم ان انت ضد الكلام ده. بس انت اصلا الكلام اللي بيتم وبيتمرر في المنطقه دوت انت متفق عليه من ايام مبارك من تحت الترابيزه. وجي وقتك كنت بتتظبط وبتتجهز، وجيت اتحطيت في المكان اللي انت فيه دلوقتي في مصر علشان كل اللي بيحصل في المنطقة ده يتمرر ويعدي. كل ده تهديد لمصر من جميع الاتجاهات، تهديد للبلد. حضرتك مسلم البلد بالمفتاح يدوي انت وعصابتك. انت سمعت الخبير الاقتصادي بتاعك يا مصطفى مدبولي محمد فؤاد، مستشار بتاعك، يقول لك يا اما رأس الحكمة تاخدها الامارات ابن زايد، يا اما مصر تعلن افلاسها. وخدها ابن زايد، زي ما استحوذ على 20% من اسكندريه للحاويات. دي ميناء ما يصحش كلب زي ده يدخلها ولا يحط رجله فيها لان ده ميناء يعتبر امني، عندنا قطع حربيه بس عادي. احنا بالنسبه لنا عبد الفتاح السيسي جاسوس وعميل، فما فيهاش حاجه لما يجيب واحد عميل ومعروف ان هو عميل ومخرب ابن زايد ويتحط في المكان ده، وهم كلهم عصابه مع بعض. ده متفق عليه كله. لما تجيب واحد زي ابن زايد تحطه في ميناء اسكندريه للحاويات، ده انت كده راجل، ده انت جاسوس، انت جاسوس.
تعرف يا راجل يا نطع يا حقير يا عبد الفتاح يا سيسي يا رخيص الجمهورية، البريطانيين طردوا ابن زايد من عندهم باستثماراته لأنه بيهدد أمنهم القومي. تعالى بقى شوف مصر فيها إيه بالظبط، ابن زايد واخد إيه في مصر بالظبط. عد عد زي ما أنت عايز. طب تعرف إن إحنا دلوقتي وإحنا قاعدين بنتكلم مع بعض كده، في عندنا غزة جوه القاهرة اللي هي جزيرة الوراق اشتراها ابن زايد وعاوز يستلمها، والسيسي مش قادر على أصحابها وعمال بيدب فيهم، وخد له شويه ناس من اللي بتروح بيبيعوا اسمنت وطوب وكلام من ده، موال يعني عند موال يعني. راحوا قبضوا على التجار ولفقوا لهم تهمه الارهاب، قال دول جماعه ارهابيه كده بمزاجهم، لا قضاء ولا بتنجان ولا اي حاجه خالص. ناس بتبيع اسمنت وطوب، كل ذنبهم ان هم بتوع جزيره الورق بيشتروا منهم ويبنوا بيوتهم اللي الحكومه بتهدها، اللي هي بجزيرتهم واراضيهم وابا عن جد. السيسي دلوقتي وحكومته حكومة محافظة القليوبية كلها بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى هتيجي الثورة، هنلمكم كلكم هتتمدوا على رجليكم. كل ضابط ظلم، كل ضابط حمى السيسي، كل العصابة اللي حوالين السيسي مأمورين اللي السم، ضباط المباحث، رؤساء المباحث، كل كلب جوه أمن الدولة ابن كلب واطي الرجولة ما عدتش من عند داره وشغال معرعر لحكومة معرعرة زيه. كلكم احنا مش هنسيبكم، احنا مش هنسيبكم. ليه بقى؟ لان احنا عارفينكم بالواحد. كل دايره جوه الجمهوريه معروف الدايره دي كذا فيها فلان وفلان، زي الدايره بتاعت اسكندريه اللي منها نعمه مهدي الدخيله، طبعا كلكم معروفين بالواحد. نعمه مهدي اللي اخفتها قسريا هي وبنتها بعد ما تم تجويعها 3 4 شهور في بيتها، مرضت والاخر قطعت الكهرباء واخفتها قسريا، الله اعلم عايشين ولا ميتين هي وبنتها. ومدرس المنصوره اللي تواصل معاه عشان يطلع يعرض مشكلته وحد يسمعه ده اخفته قسريا. صح ولا ايه؟ احمد يا موسى انت فينك دلوقتي يا احمد يا موسى؟ اخبار التعريس معاك ايه؟ لسه بتحب التعريس انت ومصطفى بكري ونشأة الدين؟ مصطفى بكري بتاع كل العصور، مرة يعرس لمبارك، مرة يعرس لعلاء مبارك، مرة يعرس لجمال مبارك بعد ما راح وقعد يشتم فيهم، بعد كده قعد يعرس لمرسي الله يرحمه، بعد كده قعد يعرس للسيسي ونظامه. بعد السيسي ما هيروح ويتفلك ويتمد على رجليه هيطلع مصطفى مدبولي يشتم على السيسي وعياله. لا يا روح امك، الكلام ده بقى قديم. في محاسبه، في ايه بقى؟ في محاسبه من شعب سحلتوه، زحفتوه على وشه. تعالى مصطفى بقى يا بكري، على مصطفى بكري يعني لعنة الله عليك وعلى اللي حطك في المنصب ده، راجل حقير زيك. تعالى مصطفى بكري ورينا بقى الممتلكات والتربح، ها الثروات، العمارة اللي انت اشتريتها من التعريس، الفيلا للقصور، الذهب، الحاجات اللي انت حاططها في البنوك، اللي عقارات، كل حاجه حتى اللي انت كاتبهم بحاجات. يعني انت في حاجات ثروات كاتبها باسم ناس تانية علشان ما تبقاش كلها معاك. كل ده برضو ايه؟ هناخده ونرجعه للغلابه تاني. بطريقه ازاي بقى؟ ان احنا نشغل متاحفنا ونشغل دنيتنا، والعوائد الدولاريه ترجع للغلابه، الناس تعيش تحس بثرواتها. انت واحمد موسى، نشأة الديهي، أرملة النظام، لميس الحديدي. بالمناسبة بقى في خبر جميل قوي يا مصريين، لازم ان انا اقوله لكم، ما ينفعش لكم على المواضيع اللي ايه يعني اللي هي فيها انفراجه علينا كالشعب المصري يعني. الالماس، الالماس هيرخص وهيبقى ارخص من الذهب. بسمة واحدة بتقول لكم الألماس هيبقى والألماس هيبقى أرخص من الذهب. بشرى سارة يا مصريين.
الالماس والالماظ هيبقوا ارخص من الذهب. انا حبيت بس اوصلها لكم بناء على الاستاذه بسمه وهبه اللي هي معاهم في الطابور احمد موسى والجماعه اللي هم الضلاليه اللي شغالين المأجورين، احمد موسى والديهي والاشكال البيئه الواطيه اللي كل المصريين عارفينهم وعارفين من سيرتهم. وبالمناسبه بلبل مصر، اقعد عرس وارقص في العربيه واعمل اللي انت عايزه، شغل الطبالين ده. انت واحمد صبري، انت واحمد صبري ارقصوا وطبلوا واعملوا اللي انتوا عايزينه وضللوا على الغلابه اللي بتاكل من الزباله، ضللوا براحتكم. احمد صبري وبلبل مصر اللي هو رقاصه اصلا، ابن رقاصه، بيقعد في العربيه يرقص شويه مونتاج ومزيكا شويه تعريص ويقعد يعرس للحكومه، وهو اصلا كبير العرصات في مصر، بلبل مصر ده. وانت يا بلبل انت واحمد صبري وسكة تشققات اللي هي ارمله النظام برضو، اسمها سكة تشققات دي، معرفش اسمها ايه ولا عايز اعرف اسمها، بس سكة تشققات يعني انتوا عارفينها، وزيرة السعادة، هي فعلا وزيرة السعادة. كلكم كده بإذن الله بإذن الله مش هنسيبكم. النظام اللي هيتنظم جديد قبل أي اتفاق وقبل أي إدارة دولة وقبل أي حاجة لازم نمسك الدولة نغسلها، نغسلها غسلة حلوة من اللجان والإعلام وكل الناس البيئة الواطية اللي دمرت الغلابة وردمت عليهم بتراب وعرست لنظام بائس. كلكم بإذن الله مش هنسيبكم. زي ما في ناس هتدير الدولة في ناس هتدير الموضوع ده بإذن الله. وأنا بإذن الله أنا إبراهيم منصور لازم أطمن بنفسي، بس ده هيحصل. والسيسي مش هيطول، لأن السيسي أصلا يا رجالة الراجل ده مش جاي يدير دولة عظيمة زي مصر، لا ده جاي يسلمها بالمفتاح، وده اللي داير دلوقتي. أنت يا مواطن يا بسيط يا اللي ما تعرفش حاجة ابحث وشوف ابن زايد واخد إيه من عندنا، وشوف إحنا بنعمل إيه، وشوف سد النهضة هيعمل إيه في مصر وصوماليا لاند. واحنا ما فيش اي تحرك لا جيش ولا شفنا اي لقطه منكم، عمالين تدونا مسكنات في مسكنات في مسكنات، لان انتوا قاده الجيش، ما بقولش الجيش المصري، الجيش المصري حاجه تانية، الجيش مش هو القاده ومش هو السيسي وعصابته، الجيش على جنب. انا بتكلم على قاده الجيش المتورطين في اعمال فساد ولازم يفضلوا حاطين راسهم في الطين علشان يمرروا اي حاجه اي حد عايزها. سد نهضه، جزيرتين تيران وصنافير دول ما يتسلموش، انتوا سلمتوهم وبعتوهم والسيسي قبض. المواني ده غيره. اسمع الحته دي كده معايا تاني، مصطفى مدبولي. عايز اوصله لحضراتكم واطمنكم عليه ان احنا كدوله النهارده الحمد لله يا رب، الحمد لله المؤشرات والوضع اللي احنا فيه والامور اللي احنا بنتحرك فيها في اقتصادنا وفي بلدنا وفي تنميتنا كلها ان شاء الله بتبشر ان السنين الجايه كلها سنين رخاء وتنميه وتقدم. السنين الجايه كلها هتبقى سنين سودة على راسك انت واللي مسرحك علينا عبد الفتاح السيسي، هتبقى سنين سودة عليكم انتوا الاثنين. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. وروح يا بعيد اهو واقفين عشان كيلو سكر، واقفين بس عشان خاطر كيلو سكر. روح ربنا ينتقم منك يا شيخ، ولا روح حسبي الله ونعم الوكيل فيكم في كتبك. واقفين عشان كيلو سكر يا بتاع الازدهار يا كداب يا نتن. انتوا بعتوا مصر بكام يا رجاله؟ ووديتوا فلوسها فين؟ وفين الديون اللي اغرقتوا الشعب فيها وديتوها فين؟ فين العوائد بتاعت المشاريع الوهميه اللي انتوا بتقولوا عليها بقالكم 14 سنه؟ كامل الوزير كان بيقول بيبني 500 مصنع في اليوم، هم فين؟ ده انتوا المصانع اللي في مصر قفلتوها وعمالها اتسرحت وبيشحتوا الوقت، اهلهم بياكلوا من الزباله. الاف الشباب المصريين اترموا في البحور هجره غير شرعيه بسبب لا عملتوا مصانع ولا زراعة ولا صناعة ولا طب ولا صحة ولا أي حاجة تذكر ليكوا في البلد. كل اللي انتوا عملتوه نهب ثروات، عملتوا لنفسكم القصور، ظبطتوا حالكم، نسوانكم لبسوا ألمازات وألماسات، حاجات أهاليهم كانوا أصلا ماشيين حافيين، وجوعتوا الشعب وشحتوه وزحفتوه على وشه.
وبعتوا ثروات وأهدرتوها، من ثروات من ثروات لذهب لده حتى منجم السكري منجم الذهب بعتوه، موانئ مصرية سلمتوا. انتوا بتعملوا معانا ليه كده؟ هو احنا عشان ساكتين وخايفين على بلدنا؟ احنا كشعب مصر، والشعب هو خايف على البلد اكتر منكم. انتوا عصابة في اي وقت بتلموا هدومكم وفلوسكم كده كده بره، بتسيبونا احنا نواجه المصير البائس. بتعملوا معانا ليه كده؟ هل احنا شعب نستحق كده؟ احنا اغنى شعب على الارض، احنا عندنا ثروات العالم كله طمعان فيها. احنا عايزين اداره مدنيه محترمه تدير البلد وتحافظ على ثرواتها وتلم اراضيها اللي اتباعت. انت كده كده يا ابن زايد هتتضرب بالجزمه 30 جزمه، مع احترامي لكل الناس اللي بتشوفني. 30، انت مالكش عندنا غير الجزمه على وشك انت والسيسي. انت لا ليك عندنا راس حكمه ولا راس جميله ولا مواني ولا منجم السكري منجم الدهب، ولا ليك عندنا حاجه. كل ده يا باشا هيتقطع ورق ويترمي لك في الزباله، وانت ممنوع تيجي مصر. يا شيطان العرب، يا مخرب، يا قاتل الاطفال، يا ممول الاله الحربيه الاسرائيليه ضد اطفال غزه، يا اللي قتلت 10,000 مدني في السودان، يا مجرم، يا تربيه المعيز. انت والسيسي ونظام السيسي البائس واعلامه ولجانه والافلام دي كلها، كل ده باذن الله هيتكب في الزباله، واحنا مش هنسكت ومش هنسيبكم. سلام.